السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فيديوهات هرب متنوعة لم يكتب لها النجاح ليخرج جيب مئات المهاجرين غير النظاميين فارغا مع فشلهم بقطع السياج نحو مدينة سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية. فالمئات مشاهدين مغاربة وأفارقة لبوا دعوات انتشرت على مواقع التواصل للفرار باتجاه إسبانيا، لكن الهروب الكبير أحبطته القوات المغربية مع تنفيذها أكبر إنزال أمني بمدينة الفنيدق الحدودية، حيث قام العشرات برشق قوات الأمن بالحجارة لكنها منعتهم من الاقتراب من سياج سبتة. نتابع. الشرطة الإسبانية وقفت عائقا أخيرا أمام العشرات على الجهة الأخرى واعتقلت العشرات قرب شاطئ تراجال بجوار الحدود. ممثلة الحكومة الإسبانية أكدت اعتراض طريق ما يصل إلى 1500 مهاجر في المتوسط خلال 4 أيام أثناء محاولة دخول سبتة. قلة قليلة فقط نجحت في التسلل إلى هناك خلال الأيام الماضية، فيما أن حظوظا معدومة سجلها المهاجرون في محاولة الهروب الجماعية الأخيرة. المواطنون المغاربة أعيدوا لبلدهم في المغاربة حزموا أمتعتهم وتهيأوا للهجرة وترك البلاد، ولكن في الوقت ذاته كانت قوى الأمن تحزم عدتها وتتجهز لردعهم وصد محاولة الهجرة غير الشرعية تلك. فأولئك مشاهدين كانوا قد تناقلوا على مواقع التواصل تفاصيل اليوم المنشود لانطلاقهم في رحلة الهجرة تلك من المغرب إلى إسبانيا عبر سبتة، لتتحول الهجرة السرية إلى هجرة علنية. شو خطر على بالهم الله أعلم، ولكن من وراء السوشيال ميديا باءت خططهم بالفشل. فقد انتشرت على مواقع التواصل فيديوهات وصور ترصد توافد عدد كبير من الشباب إلى المناطق الحدودية في سبيل الهجرة الجماعية تلك. أتى ذلك بعد أن انتشرت تدوينات ومنشورات دعت للعبور إلى أوروبا في 15 من سبتمبر أيلول. وبالفعل وصل عدد من الشباب غالبيتهم من الجنسية المغربية كانوا قد احتشدوا في مدينة الفنيدق المتاخمة لسبتة، إلا أن السلطات منعتهم من العبور وأحبطت محاولتهم وألقت القبض على عدد من الأشخاص بتهمة التحريض على الهجرة غير الشرعية ووعد الناس بحياة أفضل في أوروبا. كانت السلطات المغربية قد رصدت عدة دعوات على مواقع التواصل خاصة فيسبوك وتيك توك تهدف إلى تحريض الشباب على التسلل من سبتة عبر اقتحام السياج الحدودي على الحدود بين مدينة الناظور شمال شرق المغرب ليلية. وكانت السلطات الأمنية المغربية قد استنفرت في منطقتي الفنيدق وبن يونش بالقرب من معبر مليلية. واستطاعت الشرطة مشاهدين وقف الشباب الذين حاولوا الدخول التدريجي عبر السباحة، بالإضافة إلى محاولة تسلق السياج بحلول ظلام الليل في مدينة مليليا الحدودية يبدأ السباق. مئات من المهاجرين الأفارقة يتوافدون من الأراضي المغربية لتسلق السياج الحدودي ثم التسلل إلى الأراضي الإسبانية. هجوم يطلقون عليه هؤلاء اسم الضربة، يجتمعون جميعهم ككتلة بشرية يؤدي ثقلها إلى انحناء هذا السياج المرتفع ليتمكنوا من العبور، وبهذا يكون حلم الوصول إلى الأرض الأوروبية بدا حقيقة. هكذا يبدو السياج الحدودي صباحا، 3 طبقات من ستار حديدي يمتد على طول 12 كيلومترا ويرتفع أكثر من 7 مترات على أرضية مليئة بالأسلاك الشائكة. نظام حساس للحركة والصوت وكاميرات للمراقبة إلى جانب دوريات من الحرس المدني.
ميليليا وسبتة مدينتان ما زالتا تحت الاستعمار الإسباني، وبالنسبة إلى المهاجرين غير الشرعيين فوصولهم إلى ميليليا بمثابة دخولهم الجنة التي يقصدونها في أوروبا. صرخة النصر هذه جاءت بعد فشل عدة محاولات للتسلل كان ثمنها أن خسر بوس أصابع يده. مأساة تناساها هذا الشاب بعد أن أصبح بإمكانه الحصول على لجوء سياسي في أرض أوروبية. أي شعور ينتابكم لدى الوصول إلى هنا؟ أين كنا وأين أصبحنا؟ وكأننا خرجنا من الجحيم إلى الجنة. وفيما تتوج محاولات البعض بالنجاح تحبط محاولات آخرين على يد دوريات الحرس التي سرعان ما تعيد ترحيل المهاجرين إلى المغرب.